السلام عليكم ورحمة الله. قاعد في أمان الله، بفكر ممكن أعمل إيه في الفيديو القادم. ما لقيتش حاجة معينة وزهقت من النصايح والذي منه، فقلت طب إيه رأيكم؟ بما إن أنا نزلت هنا 3 فيديوهات بيتكلموا عن الدفاع الاسكندنافي عشان تتعلموا كويس. تعالوا نشوف ماتشات لهيكارو ناكامورا. الراجل اللي انت شايف صورته تحت صورتي ده من أكتر الناس اللي بتلعب الدفاع الاسكندنافي. تعال نشوفه بيطبق ازاي الافكار اللي احنا شفناها في الفيديوهات اللي قبل كده. ولو انت ما شفتش الفيديوهات اللي قبل كده ممكن ترجع تشوفها، ممكن تتفرج على الفيديو ده تعرف ايه هو الافتتاح الاسكندنافي او الدفاع الاسكندنافي اصلا. تشوف عمك هيكارو ناكامورا ده بيلعب ازاي. طبعا انت لو مش عارف هيكارو ناكامورا فصدقني دي مشكلتك انت يا صديقي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نشوف الماتش البليدز ده. بيلعبوا هيكارو ناكامورا بالاسود قدام واحد اسمه كاسبر تقييمه 2800، هيكارو تقييمه 3200. دوس لايك يا صاحبي واشترك في القناة ويلا نتفرج على الماتش. بيبتدي الماتش بعمك كاسبر بيدق ملك يرد عليه بنقلة الدفاع الاسكندنافي المشهورة. بيدق على الدي 5، بيدق في بيدق، وزير في بيدق، حصان يطلع بتيمبو على الوزير، الدين الوزير يروح الوزير على الاي 5. انا شارح كل التفريع ده على فكرة في الفيديو الاولاني من سلسلة الدفاع الاسكندنافي. خلص الفيديو ده وروح اتفرج عليه عشان تحترف الدفاع الاسكندنافي. المهم يا سيدي، خرج بالبيدق، نقلة مشهورة جدا. عمك هيكارو ناكامورا لعب نقلة السي 6، نقلة مهمة جدا في الدفاع الاسكندنافي، بتفتح الطريق للوزير ان هو يرجع. لو لعب الفيل هنا وبعدين حرك الحصان ده بقى في اي حتة بتنبو على الوزير، يبقى عندك مكان ترجع بيه بالوزير بتاعك. المهم يا عمنا، خرج بالحصان التاني. كل دي نقلات طبيعية. هنا هيكارو ناكامورا بينتشر. قلنا حتى في الكورس بتاعنا بتيجي بالفيل على الاف 5 او الجي 4، دي او دي الاتنين شغالين معاك ما فيهمش مشكله. بينتشر بفيله. هيطلع دلوقتي هيكارو ناكامورا بالبيدق، نقله مشهوره جدا في الدفاع الاسكندنافي. وقف في وش الفيل، الفيل ده ما بقالوش لازمه خلاص. ثم هنا بيبيت عمنا كاسبر، بيطلع بالحصان في مكانه الطبيعي. الفيل بيجي هنا، الحصان بيجي هنا، كل ده احنا عارفينه. دفع البيدق قال له ما تجيبليش الفيل ده هنا لو سمحت. هيكارو خرج بالفيل التاني، بدل ما يخرج بيه هنا النقلة الطبيعية في الدفاع الاسكندنافي، خرج بيه رابط. لا هو مش رابط الحصان على حاجة، هو خارج يهدد الحصان. لا في رخ ولا في وزير عشان الحصان يتربط أصلا. المهم يا عمنا، لعب النقلة ديت كاسبر. وهنا هيكارو ناكامورا بيت، وبعدين جاب الرخ على العمود. انتشار طبيعي جدا، يعني تفوق حاجة بسيطة جدا للأبيض لحد دلوقتي. التفوق الطبيعي يعني بما ان الابيض هو اللي معاه افضليه. المهم يا عمنا، طلع الحصان على مربع الدي 7. طبعا الحصان ده في الدفاع الاسكندنافي تحس ان هو حياته كلها عايشه على الدي 7. دفع البيدق، قال له بعد اذنك شيل لي الفيل ده من هنا. قال له حاضر يا عمنا، انا مش هشيل الفيل، انا هاخد الحصان ده خالص. لا تنط لي بيه هنا ولا هنا ولا هنا ولا توجع لي دماغي. اخد الحصان، اخد فيل في فيل. وهنا هيكارو ناكامورا سايب بمزاجه امتياز الفيلين. يعني لو انت رجعت كده سنه، هو هنا ما كانش مضطر ان هو اصل الحصان ده مش عامل برضو تهديد قوي. بمعنى الحصان ده لو اتحرك يا عم رجع مكانه هياخد فيل في فيل عادي، ما عنديش مشكله. ولكن هيكارو قرر ان هو ياخد الحصان. تعال نشوف ايه الخطه اللي في بال هيكارو ناكامورا. المهم اخد بالفيل بتاعه بتنبو على الوزير. الوزير بيرجع فين يا رجاله؟ بيرجع على السي 7. رجع الوزير على السي 7. هنا هو عمنا كاسبر رجع بالفيل بتاعه ورا خالص. هو شايف، او انا توقعي ان هو شايف انه الفيل ده هنا ما بيعملش حاجه، ولو حتى رجع بيه هنا برضه ستيل ما بيعملش حاجه، فقال لك ارجعه ورا خالص كده لحد ما نشوف ايه هنجيبه فين بعد كده. المهم يا سيدي، انتشر بالرخ بتاعته. الوزير دخل لجوه تقريبا عايز يمسك الوتر دوت. تراجع بالفيل بتاعه عمنا ناكامورا خطوه لورا. وبعدين مستر كاسبر جاب الفيل بتاعه. طبعا هو دلوقتي عامل شبه بطارية على مربع، او بطارية يعني يعتبر الفيل ورا الوزير ده يعتبر بطارية على مربع ال H6. ربما في المستقبل بيفكر ان هو يجي هنا، سوري، يجي هنا يمكن، ولما تاخد بالبيدق يلعب التضحية ديت وياخد بيدق ال H6 بالوزير. هنشوف ايه اللي هيحصل في الماتش. دفع هيكارو ناكامورا البيدق بتاع السي 6 على السي 5.
وقلت لك قبل كده في الكورس بتاعنا في الدفاع الاسكندنافي، لو انت فاكر، لو انت حضرته معايا، انه نقلة السي 5 دي هي روح الدفاع الاسكندنافي، بتتلعب في الوقت المناسب اللي انت تشوفه مناسب، عشان تكسر بيها او تضرب بيها الوسط، وتبتدي انك انت تنتشر بقطعك في الرقعة، وتفتح وتجيب الرخ دي هنا وتفتح الفايلات بتاعتك، او تفتح الفايلات للقطع بتاعتك. تعال نشوف ايه اللي حصل بعد كده بعد نقلة السي 5. يلا بينا. نزل هنا عمنا كاسبر قال له اديني وزيرك. هيكارو قال له مش هديك الوزير. بدأ في بدأ أخد بالحصان، نزل وكسب مساحة عمنا كاسبر على جناح الوزير بتاع ناكامورا، وقال له اديني حصانك. الحصان اتحرك، بيكمل في المساحة بتاعته، دفع بدأ السي 4. على فكرة النقلات دي أنا شايفها قوية جدا وبتكسب مساحة على الجناح الوزير بتاع ناكامورا. هنا ناكامورا دفع البدأ ده خطوة لقدام، وبعدين نزل هنا مستر كاسبر بيقوله اديني الرخ بتاعتك، وكمان بيمركز بصراحة الفيل ده في مكان قوي جدا، على الرغم من ان هو بيدي برضو الفرصة لهيكارو ان هو يتطور، ولكن دي النقلة اللي هو لعبها. جه هنا ناكامورا، طبعا المكان ده افضل للرخ اصلا بتاعت ناكامورا. المهم يا سيدي، جيب الوزير بتاعه مركب، يعني ماسك الوتر ده بقطعتين زي ما انت شايف، ومهاجم الحصان ده، ولكن الحصان ده حتى الآن هو محمي بالبيدق. المهم يا سيدي، بيطلع ناكامورا وبيقول له اديني وزيرك يا هندسة، الوزير ده يلزمني. قال له يا عم وزير ايه؟ رجع بالوزير بتاعه. هيكارو ناكامورا جاب الحصان بتاعه بعد كده على مربع الاف 6، ولاحظ ان هيكارو ناكامورا بدأ يحشد في القطع بتاعته ناحية الملك الأبيض. المهم يا عمنا تراجع بالفيل بتاعه لورا خالص، طبعا بعد النقلة الأخيرة ديت. بص، لما كنا هنا، لما الحصان ده اتحرك ساب أو عمل كشف للفيل دوت اللي كان متغطي ورا الحصان الأسود، فالحصان دلوقتي بقى مطلوب بالرخ. عشان كده الراجل سحب الفيل بتاعه لورا خالص، وفضل ماسك الوتر اللي من وجهة نظره وتر جامد وتر جامد جدا، فما راحش في أي مكان تاني. أوكي. المهم يا عمنا هنا هيكارو ناكامورا بيطلع بالحصان بتاعه. هو حتى الآن الحصان ده مش طالب حاجة معينة، اوكي، ولكن الحصان بقى في وضع افضل. يعني حتى انت ما ينفعش، حتى لو جيت هنا مثلا هتقول لي في حماية الرخ بتاعتي كده كده في حصان اساسا، يعني هو بيحاول ان هو يحسن وضع الحصان بتاعه ويحطه في مكان احسن. نزل بالحصان بتاعه اللاعب الابيض او عمنا كاسبر، نزل بالحصان تاني هيكارو ناكامورا، دفع البيدق، قال له اديني الحصان. وهنا الحصان الاسود اتحرك تاني. وبصراحة مش عارف هل النقلة دي تعتبر نقلة كويسة ولا لأ، لأنك أنت سبت إضعافات خطيرة جدا في جناح الملك بتاعك. هيكارو ناكامورا دلوقتي للأسف أو للشيء الكويس معاه أصلا فيل المربعات البيضاء موجود، فللأمانة النقلة دي أنا مش شايفها كويسة. الفيل ده لو عرف يلف نفسه هو أصلا ممكن يجي دلوقتي هنا جد مفيش أي مشكلة في حماية الحصان. أوكي، وهيبقى ماسك يعني الوتر السفاح ده. تعال نشوف دلوقتي الراجل جاب الرخ بتاعته، بيهاجم الحصان. تراجع الحصان لورا قبل بقى اما ناكامورا يجيب الفيل بتاعه. هنا جه هو بالفيل بتاعه على المربع الجي 2، وقال له خلاص لو انت جبت الفيل ده هنا انا كده كده هاخد فيل في فيل وما عنديش اي مشكله. هنا هيكارو ناكامورا بيقول له يا عم انا مش هاجي هنا اصلا. طلع على السي 2، قال له اديني الرخ. بلا رخ بلا بتنجان، اخد الرخ كسر. هيكارو اكل بالحصان، وبعدين جت الرخ هنا طالبه الفيل. الفيل بيتراجع، وانا مش عارف برضو، يعني انا احساسي كراجل شطرنجاوي على قدي، النقله دي مش احسن نقله بصراحة، لأنه أنا مش شايف إن أنت يعني الوتر ده هيفيدك حاليا. بالعكس أنت كنت ممكن ترجع من هنا على المكان ده، على أمل إن أنت في وقت من الأوقات ممكن تيجي لو تخلصت من الفيل ده تيجي تقف في مربع الإي 4. يعني أنا شايف طبعا الوتر ده في وش الملك ده قوي جدا. المهم يا سيدي دفع البيدق، ويمكن دفعة البيدق دي هدفها إن أنت ما تدفعش عليا بيادق، لا وكمان أصلا سد الطريق على الفيل. يعني شوف أنت دلوقتي الفيل أصلا ما يقدرش يتحرك، يعني الفيل ده بصراحة بقى فيل سيء حتى الآن. المهم بيحاول يحسن وضع الحصان بتاعه، وغالبا عايز يجيبه هنا. تعال نشوف ايه اللي حصل في الماتش. نزل بالحصان بتاعه، هل عايز يصطاد الحصان ده ولا جاي هنا عايز ياخد البيدق دوت بتمبو على الوزير. هيكارو ناكامورا ريح دماغه واخد بالفيل بتاعه، وبعدين
حمى الحصان بالرخ، نزل بالفيل التاني. بصراحة الفيلين دول سفاحين، يعني قويين جدا وواقفين لهيكارو ناكامورا زي اللقمة في الزور. فيلين في الصف السادس بالنسبة للاعب الأسود بصراحة رخمين جدا. تعال نشوف هيكارو ناكامورا هيتعامل ازاي مع الوضع الحالي. انا ما قلتلكش مين اللي هيكسب، يلا بينا. هيكارو ناكامورا هنا بيلعب نقلة، واللي هي اكيد البيست موف على انجن اصلا. بينزل بالحصان من هنا، بيقول له يا عم اديني فيل من الفيله بتاعتك دي وريحني عشان انا زهقت. الراجل ريحه. وانا مش مع النقله دي بصراحه، انا يعني كنت شايف انه كان يحافظ على الفيلين بتاعه افضل. المهم يا سيدي، هو اكيد هو احسن مني وهو افهم، تقييمه 2800. بس مش عارف يعني، انا النقله دي مش عاجباني. المهم يا عم، هيكارو هنا طبعا اخد بالوزير بتاعه، بعدين اتحرك بالملك. ممكن هو بيتحرك بالملك هنا عشان مش عايز في المستقبل انه الوزير ده يجي على احد المربعات ديت مثلا، فبيحاول ان هو يحجمها او يفرض سيطرته بالملك بتاعه على المربعات ديت. المهم يا سيدي، دفع البيدق، نزل بالرخ هنا. يا ترى عايز يجيبها هنا ولا عايز يعمل ايه؟ تعالى لسه هنشوف. هيكارو ناكامورا اتحرك بالوزير بتاعه خطوة لقدام، ومش واضح قوي النقلة دي وعايز منها ايه. كده كده الفيل ده محمي. ممكن مثلا ولا هيقدر يجي هنا مثلا. هل هو عايز يجي هنا؟ طيب خلينا نشوف. المهم يا سيدي، دفع البدأ التاني، ودلوقتي هيكارو اخيرا بيدخل بقى او بيرجع الفيل بتاعه تاني للعب. البيدق ده مطلوب بالفيل ومش محمي باي حاجه. هتعمل ايه يا عم كاسبر؟ دفع البيدق، بيدق في بيدق، بيدق في بيدق، وبعدين الفيل رجع تاني يشتغل. طبعا الفيل ده لو جه هنا دلوقتي هيبقى فيل، يعني هيبقى مكانه قوي جدا. ولو فضل حتى في مكانه ده، هو كده كده ستيل الفيل ده اكتف من المكان ده. طيب، جاب الرخ زي ما احنا قلنا. هل عايز يكسر رخ في رخ ولا عايز يعمل ايه؟ هيكارو جاب الفيل هنا، ودي نقلة قوية جدا انا شايفها. الفيل ده هنا بصراحة قوي جدا. طيب، نزل او دفع الرخ بتاعته نقلة واحدة بس لقدام عمنا كاسبر. ولاحظ دلوقتي انه كاسبر بقى معاه 7 ثواني. بص هنا كان معاه 12 ثانية، بقى معاه 7 ثواني واصبح مضغوط في الوقت. يا ترى ايه اللي هيحصل في الماتش؟ هتلعب ايه يا عم ناكامورا؟ رخ في رخ، اخد بالوزير. بعدين الوزير اتحرك جه هنا، طالب البيدق اللي على الاي 3 اللي مش محمي باي حاجة. الراجل للأسف معاه 8 ثواني يا جماعة، مضغوط في الوقت. دفع البيدق، هيكارو هنا أخد البيدق، ما عندوش أي مشكلة في كده. وبعدين جيب الفيل بتاعه. هل عايز ياخد الفيل ده ولا عايز يعمل ايه؟ خلينا نشوف. هيكارو هنا قال له كسر وزراء. طبعا التكسيرة دي في مصلحة هيكارو ناكامورا. لو انت كسرت الوزير ده في الوزير ده دلوقتي، هدفع البيدق بتاعي هنا، او هاخد بالبيدق بتاعي على مربع السي 5. فهو بحسب تحليلي انا للماتش، يعني انا شايف الممكن لو كان فعلا مكسر، او يعني عرض التكسير ده هو صح. طيب تعالى بقى هنلعب احنا بايدينا ونشوف. لو كان كاسبر اخد وزير في وزير، كان هياخد بالبيدق. هنفترض مثلا انه كاسبر بعدها اخد فيل في فيل عشان يركب البيادق ديت بتاعت ناكامورا. اتوقع انه الهدف هنا او الفكره انه الابيض ما عندوش حاجه يلعبها. يعني بص هنا مثلا بعد النقلات ديت، كل واحد بيحاول يأكتف الملك بتاعه. ده تخيلي انا للقاء لو كان اخد وزير في وزير. هنا هو ما عندوش حاجه يلعبها، يعني الابيض هنا ما عندوش اصلا اي نقله. ممكن يحاول مثلا ان هو يخترق كده، تمام، مفيش مشكله. ولكن بعد مثلا ما انا هلعب هنا، انت كابيض دلوقتي محتاج تلعب. طب انت هتلعب ايه؟ مفيش حاجه تلعبها اصلا. مفيش غير انك انت هتدفع البدأ ده، هتدفع البدأ ده، وفي الحالتين هيكارو هيعمل بدأ سالك. ده تحليلا للمباراه. طيب هل هو لعب كده كاسبر؟ لا. اللي حصل انه لما بعد ما عرض التكسير هيكارو ناكامورا، كاسبر رجع بالوزير لورا. لاحظ ان هو معاه 4 ثواني وهيكارو ناكامورا معاه 20 ثانيه. اخد الفيل، اخد بالوزير، دفع البيدق، قال له ما تدفعش عليا بيادق. وبعدين تراجع بالوزير تاني عمنا كاسبر لورا. ثم هيكارو ناكامورا هنا اتحرك بالملك بتاعه خطوه لقدام. يمكن ما كانش عايز ان هو يجي عليه بكش او ما شابه، فبيحاول يأمن ملكه. المهم بتلعب الملك على الجي 7. وبعدين هنا جاله بالكش برضو، اتحرك لجوه، مفيش اي مشكله. بيحاول بقى ان هو يكرر لان هو شايف نفسه بيخسر عمنا كاسبر. طبعا هيكارو ناكامورا هيغير عشان ما يبقاش تكرار. لو جه هنا وكشه تاني ومش عارف إيه، هيبقى تكرار.
نزل على الجي 8 وهنا لعب النقلة، يعني بيحاول بقى ان هو يضيع وقت او ما شابه. اصل النقلة دي ما فيش منها حاجة، انت كده كده كأبيض ما عندكش حاجة تعملها. هيكارو ناكامورا هو اللي عنده خطة. المهم يا عمنا، دفع البيدق ده. انا شايف ان انا موقفي افضل كهيكارو ناكامورا. عندي بيدق زيادة، هم خمس بادئ قدام 4 بيادق، فانا عايز اعمل بيدق سالك. اخد، سوري ما اخدش البيدق، نزل الاول اداله كش. هيكارو ناكامورا بيتحرك بالملك. بص بقى النقلة دي اللي انا بقولك عليها من بدري. الفكرة هنا ان هو لو اخد البيدق ده، دي هتبقى تشيك للملك. الملك ما عندوش غير ان هو ينزل لتحت، وهيفضل عمنا كاسبر لو معرفش يديله المات هيفضل يكش فيه لحد ما يفضل يكرر، وبعدين الماتش ينتهي تعادل. مع ان هيكارو ناكامورا معاه 16 سنة ومعاه افضلية، فهيكارو ناكامورا مش عايز كده. ناكامورا هنا بيلعب ايه؟ بياخد له بيدق في السكة، والاهم انه في نفس الوقت بيحمي بيدق الاف 7. هتعمل ايه؟ اخد البيدق، نزل هنا بيقولوا اديني البيدق التاني يا هندسة. اتحرك بالملك، المهم نزل بالملك، نزل بالوزير، اخد البدأ في السكة، اداله كش، طلع بالملك. طلع هنا قال له يا باشا اديلي البدأ دوت. قال له يا عم مفيش بيادق، انا بدي لك كش للملك بتاعك، يلا شوف انت هتعمل ايه. اتحرك بالملك، دفع البدأ، خلاص بقى البدأ ده محمي، والبدأ ده في حماية البدأ اخوه. المهم يا سيدي، جه هنا قال له هات البدأ، قال له يا عم على النعمة ما هديك بيادق. دفع البيضة، قال له يا عم عايز تاخد البيضة الله يسامحك ما عنديش مشكلة، بس اديني البيضة السالك اللي رايح يرقي ده. انا كده كده كناكامورا معايا افضلية، وبقى معايا بيضاءين زيادة بدل بيضاء واحد. وهنا خلاص الله اعلم بقى. بص يعني تعالى كده نرجع، هو كان فاضل له قد ايه؟ مع 4 ثواني بعد النقلة دي او بعد اللي تشيك دوت. طبعا الملك ممكن يتحرك ما فيش مشكلة، بس هو يا اما وقته خلص يا اما استسلم عمنا كاسبر. وبيكسب مستر هيكارو ناكامورا من خلال الدفاع الاسكندنافي. عشان كده انا جايبهولك النهارده، عشان انا عايز اطور نفسي فيه، ويمكن انت كمان تتعلم حاجة وتتطور وتشوف الافكار بتاعته وازاي ابتدينا بالافتتاحيات اللي احنا دارسينها او انا شارحها لك في الكورسات، وبالافكار اللي بيطبقها هيكارو ناكامورا. اضغط لايك يا ريس، ويلا بينا. ويلا بينا دلوقتي بقى على الماتش التاني. ماجنس كارلسن قدام دانيال ناروديسكي. وماجنس هيلعب الدفاع الاسكندنافي. بدأ الوزير خرج، أخد بدأ في بدأ. بس هنا بعد ما ضرب الحصان، ماجنس ما راحش هنا النقلة المعتادة، رجع بالوزير بتاعه على مربع الدي 6، مسنتر الوزير في النص. بس خد بالك من حاجة، هو ماجنس بيحط الوزير بتاعه على مربع، لا يمنع النقلة دي ولا النقلة دي، ولا خروج الفيل ولا الحصان، ولا يعني لازم تفهم انه بعد برضو ما حرك الوزير هو مكمل في افكار الدفاع الاسكندنافي. تعال نشوف الماتش كمل ازاي. بدأ الوزير خرج بالحصان ماجنس. هنا الكمبيوتر شايف ان دي ان اكيورسي، بس الراجل عايز يفنكت الفيل، ان انا مش شايف فيها مشكله. خرج هنا ماجنس، برضو الكمبيوتر مش عاجباه النقله، مع ان ده اصلا الترتيب الطبيعي بتاع الدفاع الاسكندنافي. فنكت الفيل، ماجنس هنا خرج بتيمبو على الوزير. عمنا دانيال غطى بالحصان، ماجنس دفع البيدق، عايز يحط الفيل بتاعه على مربع الاي 7 زي ما احنا متعودين. بعد كده داني نارودسكي دفع البيدق، بيقول له يا باشا شيل لي الفيل ده من هنا. ماجنس بيرجع بالفيل على مربع ال H5 عشان يفضل رابط الحصان على الوزير. اوكي، خرج بالفيل بتاعه، بينتشر بالفيل بتاعه جدا عادي جدا، ولكن بتيمبو على الوزير. طبعا ماجنس مضطر ان هو يحرك الوزير، هو بيحرك الوزير في مكان هو شايفه ستيل اكتف، طالب بيدق البي 2. طيب هتعمل ايه يا عم نارودسكي؟ قال له يا باشا روح خد البيدق انا هبيت. خد بالك ان ده ماتش بليدز. ماجنس ما اخدش البيدق، واكيد هو كان خايف من النقله ديت. المهم خرج بالفيل بتاعه في المكان المعتاد على الاي 7. هنا بيقول له داني ناردوسكي، بيقول له شيل يا باشا الوزير ده من هنا. قال له يا عم انا هرجع بالوزير ورا خالص. بيطور الوزير بتاعه، ربما عايز يجيب الرخ بتاعته على عمود الدي. هنشوف ايه اللي هيحصل. ماجنس بيبيت، بيأمن الملك بتاعه، بيدفع بيدق، بيكسب مساحة على جناح الوزير عمنا دانيال نارودسكي. هنا ماجنس خلاص بيطور اخر قطعة لسه ما اتطورتش زي ما احنا عارفين. الحصان بتاع البي بيجي على الدي 7. انا عمال بعيد لك واشرح لك نقلات الدفاع الاسكندنافي بتبقى عامله ازاي. المهم يا سيدي هنا خرج او نزل بالحصان على الاي 4، بيقول له اديني وزيرك يا عم ماجنس. ماجنس اتحرك بالوزير تاني. طبعا
هو مش صح ان انت تفضل تتحرك بنفس القطعه. احنا دلوقتي في الميدل جيم، ولكن حتى في الافتتاح مش صح. ولكن ده ماجنس كارلسن. المهم رجع بالحصان بتاعه تاني، لقى ان الحصان بتاعه ملوش لازمه، اما حركه. ماجنس بيجيب الرخ، يمسك بيه على العمود الدي. يعني الدي والاي هم اهم عمودين في الرقعه، لان هم عمودين المركز. وبشكل غير مباشر طبعا هو ضاغط على الوزير. المهم يا سيدي التاني بينتشر بالقلعه، بيحرك الحصان. غالبا عايز يحط الحصان هنا، طبعا كلام منطقي جدا. الراجل دفع البيدق، بيقول له اديني الفيل بتاعك، هتعمل ايه يا عم ماجنس؟ قال له طب اديني بس وزيرك الاول معلش. طبعا حرك الوزير، وبعد كده ماجنس حرك الفيل، نقلات طبيعية جدا. هو هنا دانيال نارودسكي شايف ان الفيل ده باصص لحيطة سد، ما بيعملش حاجة. جابه على مربع الاف 1. اتوقع هو دلوقتي عايز يحرك الحصان عشان يكشف بضغط على الوزير اللي من وراه. اصلا النقلة هتبقى بتيمبو على بعد ما ياكل الحصان على وزير ماجنس. يا ترى هتعمل ايه يا عم ماجنس؟ قال له بقول لك ايه، اعمل اللي تعمله. خرج بالبيدق او دفع البيدق، بيحمي الحصان بتاعه. وبالتالي الحصان ده لو اتحرك مثلا راح في اي حته، لو انت هتيجي تاكل انا هاخد بالبيدق، انا ما عنديش اي مشكله كماجنس كارلسن. تمام. هيكمل الماتش ازاي؟ دانيال رجع تاني بالفيل بتاعه، ضاغط على البيدق. اوكي، ماجنس حرك الحصان، حرك سوري الوزير من هنا، جابه على مربع البي 6. وبعدين دانيال يمكن هو شاف مثلا انه ماجنس ضاغط بقطعتين على البيدق، بس بصراحة البيدق محمي بالحصان، وما توقعش ان ماجنس هيضحي بالرخ يعني. ولكن ما علينا، هو حب ان هو يحمي العسكري بتاعه. ماجنس هنا من وجهة نظر الانجن كان المفروض ان هو يلعب نقلة الاي 5. الانجن بيقولوا يلعب النقلة ديت، ولكن ماجنس حرك الحصان بتاعه، حطه في مكان افضل. ربما بيقول لدانيال تعالى كل يا باشا، وانا هاكل بالبيدق ده او بالبيدق ده، وهيبقى معايا سنتر قوي جدا، او يمكن ياكل بالرخ. ولكن عامة مش ده اللي حصل في الماتش. دانيال ما اخدش الحصان، دانيال نزل بالحصان بتاعه. وستيل الكمبيوتر برضو شايف ان النقلة دي غلط من دانيال، بيقول ان دي ميستيك. والمهم كان المفروض ان هو ياكل الحصان اللي على الدي 5. المهم ماجنس لعب نقلة الاي 5 اللي الانجن كان عايزها. الراجل بيدعم البيادق بتاعته. ماجنس اخد بيدق في بيدق، بيدق في بيدق، وبعدين هنا ماجنس اخد الفيل. الراجل رجع اخد بالبيدق، ولكن طبعا انت لو خدت بالك ماجنس اخد الفيل، يمكن دي قطعة قدام قطعة. بس الفكرة دلوقتي ان المربع ده بقى فاضي، البيدق اللي كان بيحمي الملك اتحرك. ماجنس دفع البيدق هنا. بعد ما ماجنس دفع البيدق، داني نوردسكي لعب نقلة تبدو منطقية جدا لأي حد بيلعب شطرنج. حط الحصان بتاعه في مكان جامد جدا. لو انت حتى كلت بالفيل يا عم ماجنس، انا هاكل بتمبو على الوزير بتاعك. بس خد بالك ان ده ماتش بليدز، واتوقع انه عشان ده ماتش بليدز، داني نوردسكي ما شافش الفخ اللي هو يمكن هو نصبه لنفسه بنفسه بالنقلة ديت اساسا. يمكن لو كان فكر شوية كان نقل نقلة افضل من كده. وقف الفيديو دقيقة، وحاول تجيب نقلة ماجنس كارلسن السفاحة اللي جاية. اتمنى انك تكون وقفت الفيديو وحاولت تجيب نقلة ماجنس كارلسن اللي جاية، بيشوب على الجي 5. وانا شايف ان دي جريت موف مش بيست موف. بص يا هندسة، الفكرة ان انا دلوقتي عندي كش للملك وهاخد الوزير. هتقول لي ايه ده؟ طب ما انا يا باشا انت لو جيت تديني كش، سوري ده غلط مننا، لو جيت تديني كش انا هاكل بالوزير. لا، ما هو في حصان يا باشا هياخد وزيرك، فانت هتخسر الوزير. للاسف انت لو جيت تفكر اصلا ازاي تمنع النقلة ديت، افضل نقلة ان انت ممكن تحرك الملك، تجيبه هنا او تجيبه هنا علشان تهرب من الكش بتاعة الفيل. ولكن يعني وقف كده بجد، او مش لازم أن توقف الفيديو، ولكن انا لما قعدت افكر فيها لقيت ان دانيال ناردوسكي ما كانش عنده او ما كانش مضطر انه يلعب النقله اللي انت هتشوفها دلوقتي. هو كان ممكن يتحرك بالملك بتاعه ويهرب من الجيش. وضعه ما كانش هيبقى احسن حاجه، بس ما كنتش هتخسر قطعه. هو هنا لعب البيدق سوري الحصان، حطه في وش الفيل، والانجن شايف ان دي البيست موف. طب ماشي، طبعا هو اخده بالبيدق، خلاص كده الراجل ده كسر يعني دانيال ناردوسكي خسر قطعه بقى. يا عيني حصان راح قدام بيدق. ومن اول هنا دانيال ناردسكي قرر ان هو يضغط على ماجنس.
نزل بالبيدق، دفع البيدق، طالب الفيل، بس ماجنس طبعا اكل بكش هنا يا باشا. وللاسف الرخ بتاعتك راحت يا عم دانيال. الملك اتحرك، اخد الرخ، اخد بالوزير، طلع اخد البيدق اللي كان على هنا في حماية الحصان، وبتنبو على الوزير. هنا بصراحة ماجنس سوري دانيال نقل نقلة قوية جدا، وهي تضحية بالوزير. بيقول لماجنس تعالى يا باشا خد الوزير بتاعي. بس تقدر تفكر، وقف الفيديو 10 ثواني بس وتقول لي ليه ماجنس سوري يعني ليه ماجنس ما اخدش الوزير اللي ببلاش بالرخ؟ اتمنى انك تكون وقفت الفيديو وحاولت تفهم الفكرة. الفكرة ان ماجنس عنده ايشو في الباك رانك. الباك رانك ده مش محمي، ومفيش اي نفس مفتوح للملك. الرخ دي لو اتحركت اكلت الوزير، تاخد كش مات من تحت بالرخ. طبعا ماجنس شايف الكلام ده، ما اكلش، نزل حمى الباك رانك بتاعه. وحتى هو بيعمل باك رانك الحصان محمي ماجنس ده. المهم يلا المهم، الراجل هنا اتحرك طبعا بالوزير لانه خلاص كده في الوضع ده كان هيتاكل مجانا بالرخ. ماجنس جه على الاي 8، بيقول له يا باشا تعالى كسر لي قطع. قال له لا مش هكسر يا عم، وانا اصلا معايا قطع عشان العب. ماجنس نزل بالوزير بتاعه تحت خالص، بيقول له تعالى كسر وزراء بعد اذنك. قال له يا عم مش هكسر وزراء. اتحرك بالوزير. هنا اخد بيدق في بيدق. ماجنس اخد بالبيدق اللي من جوه مش البيدق اللي من بره، مع انه الطبيعي هنا ومعظم الناس اللي بتلعب شطرنج هتقول لك لا، انا اخد بالبيدق ده وافتح للرخ. بس اتوقع الفكره هنا او الهدف هنا ان هو مش عايز يفتح على ملكه. هو شايف انه دانيال ناردوسكي مش هيقدر يوصل للملك ده على الاقل من خلال العمود ده. فانا ليه افتح سوري، ليه افتح العمود ده عليا وفي وزير وفي رخ؟ لا يا باشا، انا يعني اكل بالبدء التاني. العمود ده كده كده مش هيقدر يهاجمني من خلاله، وانا وضعي زي الفل. الراجل هنا جيب الرخ على عمود الديب، بيمسك العمود كامل لوحده، لان مفيش اي قطعه من عند ماجنس واقفه على العمود دوت. ومن بعد النقله دي بتبتدي رحله التكسير بتاعت ماجنس كارلسن. ماجنس كارلسن +4 زي ما انت شايف تحت، التكسير في مصلحته. قال له يا باشا اديني الفيل بتاعك. قال له طب بقول لك ايه يا عم ماجنس، ما تجيب لي كده الوزير العسل ده. قال له يا عم بقول لك ايه، خد كش الاول. غطى بالفيل. ماجنس اخد الرخ مقابل الوزير، رغم انه في حصان هياخد الوزير، بس ماجنس كده كده عارف هو هيرجع القطعه بتاعته ازاي. ساب له الوزير وبعدين اخد يا باشا بكش. هو هنا ما اخدش بالحصان، لو كان اخد بالحصان يبقى ماجنس ساب الوزير ده مقابل الرخ، لكن هو اخد بكش. ماجنس حاسب كل نقله، عارف هو بيعمل ايه، وكل ده وهو معاه 18 ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يا عم طبعا ما عندوش أصلا أي حل غير إن هو ياخد بالوزير، يا إما يتحرك مثلا بالملك، واخد بالك، ويسيب بقى وهو كده كده ماجنس هينزل ياخد الوزير بالرخ. فالمهم الراجل أكل طبعا خلاص، أخد بالحصان. هنا ماجنس بقى معاه رخ كاملة زيادة. طبعا أنت مش محتاج تكمل الماتش ده، خلاص بقى شوية نقلات، كل ده يا باشا يعني حلاوة روح. وانتهى الماتش، واستسلم عم دانيال نارودسكي، وكسب ماجنس كارلسن. انا كده وريتك ماتشين للدفاع الاسكندنافي، واحد لهيكارو ناكامورا والتاني لماجنس كارلسن. وخش عندي على القناة هتلاقيني عامل شروحات للدفاع الاسكندنافي. انا بحب العب الدفاع ده جدا وبشرحه لك عشان انا وانت نتطور فيه. اتمنى يكون الفيديو عجبك. بعد اذنك اضغط لايك واعمل سبسكرايب للقناة، واشوفك الحلقة الجاية.